حاول يلعب كاظمة، يقدم المدرب يقدم أكثر من هجومين، يعني يلعبون ثلاثة في خط الهجوم، ثلاثة في الوسط، وأربعة في الدفاع. تلعب الكرة ناصر الغالب وحلوة وجول. اللعب الكرة حلوة وفاجئ فيها وغير اتجاه الكرة. كرة حلوة من ناصر فاجئ فيها حارس المرمى وحوش اللاعب الدفاع. تلمس اللاعب الدفاع وغير اتجاهها. شوف الكرة شوت اللعب، لعبها على طول ناصر، تلمس الدفاع وتغير اتجاهها وتخدع إكرامي وتسجل منها ناصر الغانم هدف الأول لنادي كارلوس في الدقيقة 32. حلوة يا ناصر. 2-1. راح نشوف طبعا في ضغط أكثر من نادي كارما، وراح النادي الأهلي حاول يعزز الهدف اللي بهدف ثالث، ونادي كارما يحاول يعوض الهدف